يسأل الكثير من الناس لماذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الأرنب. أكل لحم الأرنب حلال، لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم، يستوي في ذلك الذكر والأنثى، والقول بحل لحم الذكر دون الأنثى قول ظاهر البطلان. ودليل جواز أكل لحم الأرانب عموما شرطة ذكرانا، وإناثا شرطة. حديث أنس في الصحيحين أنهم اصطادوا أرنبا بمر الظهران فأكلوا، وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها فأكليه. وفي سنن الترمذي والنسائي أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أرنب يقضي الشواه وخبز في وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه كلوا، وقال للأعرابي كل. وقال الشيخ ابن الباز: الأرنب حل بالإجماع. الأرنب من الحيوانات المباحة من الصيد بإجماع المسلمين. الأرنب والظباء صيد، وهكذا الوعل صيد مباح، وهكذا جميع الحيوانات التي بينها الرسول في بيان الحلال من الحيوانات: الإبل، البقر، الغنم، الظبئ، الأرانب، الوبر، الضبع، كلها صيد. نعم، المحرم كل ذي ناب من السباع ما عدا الضبع، وكل ذي مخلب من الطير. نعم، كالنمر والأسد والفهد والذئب والكلب والقط والثعلب، هذه كلها محرم لأنها ذات ناب. وهكذا ذات المخالب.